السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها أبواب الفرج. النهاردة بقى إن شاء الله هعمل معاكم شاورما العيش السوري أو الشاورما السوري، مشهورة جدا جدا ومعظمنا بيحبها قوي. وهقول لكم على كذا حشوة هنعملها مع بعض، وهنستغل بقى لو عندك بانيه هنستغله، سواء بقى كان عندك بانيه كنت عاملاه وهنستغله بقى وهنحييه من اول وجديد، او معاكي صدور من الفراخ هنعملها شاورما وتبقى سندوتشات بقى شاورما بطريقة حلوة قوي وسهلة ان شاء الله. اول حاجة بقى نعمل الشاورما مع بعض. انا عندي نص كيلو من البانيه، قطعته شرايح كده بالطول. آه، ومعايا برضو التوابل بتاعتي، هستخدم نص معلقة من التوم البودر، نص معلقة من الكاري، نص معلقة من الجنزبيل، نص معلقة من السبع بهارات، وربع معلقة من الفلفل الأسود، وربع معلقة من البابريكا، وربع معلقة من الحبهان المطحون، ونص معلقة من الملح، ونص معلقة من الكزبرة. ديت التوابل بتاعت الشاورما اللي احنا هنعملها مع بعض. ومعايا كمان زبادي، هاخد نص علبة الزبادي، يعني حوالي معلقتين كبار من الزبادي. في البولة بقى اللي هحط فيها التتبيلة بتاعتي هاخد الزبادي، معلقتين الزبادي عليهم حوالي 3 معالق كبار من الخل، واحط عليهم معلقتين من الزيت، واحط عليهم بقى كل التوابل بتاعتي اللي انا هستخدمها. هضربهم كويس قوي قوي مع بعض كده علشان يتجانسوا والتوابل تدوب كده في الخليط اللي احنا عملناه. هنفضل نقلب فيها كده لحد ما خلاص تمتزج يعني. هنحط بقى شرايح الشاورما اللي احنا عملناها، هقلبها كويس قوي قوي مع بعضها في قلب التتبيلة ديت. كل حتة من الفراخ هخليها تبقى متغطية من التتبيلة بتاعتنا. هسيب بقى التتبيلة ديت حوالي ساعتين كده في التلاجة. طبعا حابة تسيبيهم اكتر من كده هتكون متطعمة اكتر بالتوابل. انا بقى عملت على جنب كده، قطعت بطاطس صوابع وحطيت فيها ملح وخل وليمون، حوالي ليمونتين، وحطيتهم في التلاجة لمدة ساعتين وهحمرهم. في الوك بقى بتاعي هبتدي اعمل الشاورما بتاعتي، اخدت حوالي ساعتين في التلاجة، وهبدأ بقى ان انا اعملها. حاولي بقى تصفي الشاورما من قلب الخليط بتاعك علشان ما تنزلش على الزيت وتبرده. هوسع كده الفراخ معايا على الوok بتاعي او الصينيه بتاعتي. استخدمي صينيه تكون واسعه كده علشان الحراره فيها تكون متوزعه، وهسيبها مش هحركها خالص لحد الفراخ ما لونها يتغير. هبتدي بقى اشوح فيها، هي مش هتاخد مننا وقت خالص على النار، هتستوي على طول في حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير قوي، وهتكون استوت مش بتاخد اي وقت. طبعا التتبيلة اللي احنا عملناها فيها خل كده هيديها مزازة، وكمان هيساعد الفراخ انها تستوي. هفضل بقى اشوح فيها كده لحد ما اي سوائل نزلت منها تشربها. لما احس انها اتشوحت كده واتشربت من السوائل بتاعتها، هحط بقى بصلاية كده كبيرة انا قطعتها شرايح وهقلبها فيها. بصوا بقى اللي على جنب الطاسة ده مش حرق خالص، ده الزبادي والتوابل جم على طرف الطاسة كده. فانا بقى كل هنزله مع الفراخ دي، التتبيلة كلها هنزلها كده مع الفراخ، هتديلها طعم ولون حلو قوي. انا بدوقها علشان اعرف هي ابتدت تخش معايا في السوا ولا لأ. لو حسيتي انها لسه شوية، ممكن تهدي النار عليها شوية صغيرين وتغطيها تاخد السوا بتاعها. بس هي ان شاء الله يعني الفراخ بتستوي بسهولة ومش هتاخد منك وقت خالص. لما احس بقى ان الفراخ شربت كل السوائل اللي هي فيها، هبتدي بقى انزل عليها الفلفل بتاعي. انا قطعت فلفل احمر وفلفل اخضر، هقلبه كده فيها، مش هخليه يعني يدوب قوي، يعني هو يدوبك تقلبتين كده بس على النار وهطفي عليه.
اهو الفلفل بتاعي هوت لسه محتفظ بلونه وبشكله، مش هخليه يدبل مني قوي علشان يبقى شكله حلو كده. خلاص غرفت الطبق بتاعي. هحط عليه بقى شوية كده كزبرة، انا بحب الكزبرة، حابة تحطي بقدونس تمام. طبعا ديت انا هستخدمها برضو في السندوتشات بتاعتي، هتديله طعم حلو كده. ممكن تحطي رشة الكزبرة ديت على الشاورما في اخر خطوة. الصوص بتاعي بقى اللي انا هستخدمه، حطيت شوية مايونيز على شوية كاتشب وهقلبهم مع بعض، وهو دوت الصوص اللي انا هستخدمه في كل السندوتشات بتاعتي. انا عملت معاكم قبل كده البطاطس السوري، وعملت معاكم التومية. هسيب لكم برضو اللينك بتاع الفيديو عشان تشوفوا خطوات التومية. اي صوص بقى انتي حباه. هنا عندي بقى بانيه كان موجود عندي برضو، هستخدمه وهعمل بيه سندوتشات، هقطعه كده شرايح. والبطاطس بتاعتنا اللي احنا حمرناها مع بعض، ودول بقى شوية فلفل اخضر بقى على شوية فلفل احمر وفلفل برضو حامي علشان اكمل بيه السندوتشات بتاعتي. ومعايا كمان عصاج من اللحمة كان موجود عندي برضو، هستغله وهعمل بيه برضو السندوتشات. هستخدم بقى العيش السوري، ممكن تستخدمي العيش السوري، ممكن تستخدمي الرقاق الطري اللي موجود عندك ومتوفر، ممكن تعملي بيه الاتنين، مفيش فرق ما بينهم، يعني اختلاف بسيط جدا جدا. فاللي انت حابة تستخدميه ممكن تعملي بيه. هبتدي بقى ان انا اتني حته كده من العيش اللي معايا، واحط فيها الصوص، واحط كميه كده من الشاورما. خلي السندوتش بتاعك كده مليان، ما يبقاش فاضي. طبعا بتعمليه لبيتك واولادك كده يبقى مليان كله خير. مش المهم بقى الكم، بقى نعمل كام سندوتش من نص كيلو بانيه، مش ده اللي بيهمنا ابدا. المهم ان السندوتش يكون كويس ويكون طعمه حلو. لفيت السندوتش كده معاكم، وهحطه على جنب قبل ما اعمل كام سندوتش كده تاني، وبعد كده نحطه في الجريل بتاعتنا. ده تاني بقى ساندوتش هنعمله مع بعض. حطيت برضو من الصوص اللي موجود معايا ده، هعمله في كل السندوتشات. الخطوة دي في كل السندوتشات اللي انا هعملها. هحط بقى هرص كده من البطاطس. في ناس بتحب سندوتشات البطاطس كده بس ما معاش بقى ولا شاورما ولا اي حاجة. طبعا لو عندك موتزاريلا او شيدر او رومي، اي حاجة، اي اضافات تانية انت حابة تحطيها حطيها، خيار مخلل زيتون. بس انا هحط الزيتون بقى واقدمه مع السندوتشات في الاخر. فانت حابة تحطي قطع زيتون في السندوتش كده من جوه، ممكن تعملي اللي انت عايزاه ممكن تعمليه. ده كده تاني سندوتش معايا. انا هعمل لكم من كل سندوتش كده واحد. الكمية ديت ما شاء الله عملت معايا حوالي 10 سندوتشات. طبعا السندوتش مليان كده ويشبع، فالكمية برضو طلعت كمية محترمة يعني. ممكن تعمليها برضو بعصاج اللحمة، ده كان عصاج لحمة موجود عندي، ضفت عليه بقى شوية فلفل حامي كده علشان برضو يطعمه. وهحط معاه كام واحدة كده برضو من البطاطس، كان طعمه حلو جدا جدا. وفكرة برضو انا بوريها لكم ممكن تعملوه بيها، لو مش متوفر عندك فراخ ممكن تعمليه برضو باللحمة. هلفه بقى كده، اضغطي عليه ضغطة بسيطة جدا وانتي بتلفيه. الجريلا بتاعتي بقى حطيت فيها حتة زبدة كده مع نقطة زيت، حاجة بسيطة قوي قوي علشان تديني لون حلو. وهحط بقى السندوتشات، هديلها بس بصمة كده وتعليمة كده حلوة من الجريل. انا خلصت السندوتشات بتاعتي وما شاء الله عملت كمية حلوة. دي سندوتش العصاج بالبطاطس. طعمه كان حلو طبعا. يعني ايه، السندوتشات اتلخفنت مني يعني، فما بقتش عارفة اني واحد فيهم بالشاورما، علشان ايه ما كنتش افتح كل السندوتشات كده واخليها شكلها حلو واقدمها بمنظرها الحلو. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم والسندوتشات طعمها حلو جدا، وجربوها وان شاء الله هتعجبكم.